السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا النهاردة حلقة مهمة ونارية. عندنا قضيتين لمسلسل تجاوز ناس المفروض إن هي قامات ضد النادي الأهلي وضد رموزه. هنبتديهم أول واحد بالكابتن الصحفي أحمد الخضري. أحمد الخضري في أهلاوي وزملكاوي لما كان مع القوصي واقف بيتكلم معاه، وجات سيرة الأهلي وفلوس الأهلي، قال له الأهلي قولا واحدا شركة الكرة بتاعته ديت ما هي إلا ستار لأعمال، بما معناه يعني لأعمال مشبوهة، وإن هي يعني غسيل أموال. الكلام دوت مش صغير، الكلام ده مش قليل، وحذرنا منه من زمن. سكوت الاتهامات وعلى هذه الإهانات عمرها ما كان الصمت لغة العظماء. مع الناس دي بتتفهم الصمت لغة الجبناء، والأهلي عمره ما كان جبان، وعمره ما كان قليل، وعمره ما كان ضعيف. الأهلي يملك من الجماهيرية ومن الإمكانيات ومن مكتب قانوني عظيم بقيادة المستشار محمد عثمان، ان هو نوقف كل واحد عند حده وناخد حقنا، ونو ميرسي، لا سلام مع الاشرار. ما فيش حاجه اسمها ان احنا تصالحنا او تسامح، مش هنوصل لهذا الاسلوب المتدني، انما لازم ناخد حقنا منه. رسمي نظمي احمد الخضري الصحفي الزملكاوي المتعصب بيتهم في ذمم وسلوكيات إدارة الأهلي ومنظومة الأهلي اللي هي المنظومة الأكبر. الأندية الشعبية سواء أهلي سواء زمالك كلها خاضعة لوزارة الشباب والرياضة، وبيتعمل عليها تفتيشات وجمعية عمومية، وبيشوفوا الميزانية وتقفيل الميزانية، تمام، وبتخضع يا أحمد يا خضري، لما تطلع بكل سذاجة كده انت جبت طب ما رحتش اشتكيت ليه للنائب العام؟ طب ليه ما عملتش دعوة ضد الأهلي إن هو إن شركة الكرة دي ستار لأعمال غير مشروعة زي ما بتقول كده؟ ولا هو كلام في الهجايس وخلاص؟ هو كلام في الهجايس، لأن لو كده يبقى إحنا في جمهورية الموز. لا، مصر دولة ودولة قانون ودولة قوية جدا وما بتعديش الشردة، وحاشا لله مفيش حد هيتواطأ في منظومة كبيرة زي كده من الكورة بس مقفلة. لو أنت بتراجع يعني وهي بتتعرض على الجمعية العمومية وبتبقى موجودة مكتوبة في الجرايد، محققة أرباح 68 مليون جنيه 2024 يوليو 2024، فائض وأرباح من الكورة 68 مليون حوالي 180 ألف جنيه. أكيد أنت عارف، بس أنتوا بتوع كده، أنتوا عايزين تتكلموا على الأهلي بالشكل دوت. فأنا أتمنى من مجلس إدارة الأهلي بلا رحمة حاجة، أنا آسف، ومفيش تعمل له إن هو تعاقبه إن هو ما يظهرش على الشاشات لمدة أو وسائل الإعلام لمدة شهر. ده كلام فاضي لا يكفي. أنت خضت في ذمم وفي شرف مجلس إدارة بالكامل والنادي الأهلي بالكامل، يبقى لازم تتعاقب ولازم يترفع عليك دعوة سب وقذف واتهام بالباطل. ده الأستاذ أحمد الخضري، وأتمنى مجلس الإدارة يتعامل بكل قوة معاه ومع غيره ومع اللي بيلقح عليه زي إسلام صادق، زي الأخ رضا عبد العال، الناس اللي هي سايبة سايف السايب. ما مش ممكن إن أنت تقعد ليل نهار تتكلم على الأهلي بالشكل دوت. اتكلم في كورة، اتكلم إن الأهلي ضايع، الأهلي ضعيف، الأهلي بتيجي معاه بالحظ، إنما تخوض في ذمم وتخوض في شرف وتخوض بتاع، وبعدين تقول لي من حقك أتكلم. طب من حقك تتكلم يبقى فيه أدلة. لو أنا قلت ادعيت على حضرتك حاجة مش فيك، وطلعت ومعيش أدلة، أنا هتحاسب واتحبس. فأرجو من مجلس الإدارة بلا رحمة وبلا هوادة. الطامة الأكبر بقى الأخ اللي هو بتاع الزمالك، اللي هو الدكتور مصطفى القاضي، اللي هو بتاع نادي الجرين هيلز، تمام. الراجل دوت انا مستغرب ومزبهل البوست اللي كان عامله على الفيسبوك بيدعي على الكابتن الخطيب. واحلى حاجه ان هو قبل ما بيدعي بيقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد ما بيخلص دعاء من كل الامراض بكل الحاجات السيئه اللي ممكن تحصل لاي انسان بكل الحاجات الخبيثه، انه برضو بيختمها بان اللهم صل وسلم وبارك
يعني قالب على الشيخ الشعراوي مثلا، وفي النص بيخاطب حد، يا ابو لهب يا حد من كفار قريش، عشان ادعي عليه الدعوات ديت. المهم الراجل طلع، طبعا الميديا قامت ما قعدتش والدنيا اتقلبت عليه. الراجل انكر الكلام دوت وقال لك لا ما حصلش، لا هو حصل وكل الناس عارفه ان هو حصل، لان الناس رجعت قال لك الصفحه عندي اتهكرت وانا عارفه قضيه على اللي اتهكرها. طبعا الكلام ده كلام فاضي لسبب بسيط، ان الراجل دوت معروف بمواقفه العدوانيه وبوستاته المسيئه للاهلي. هو كان مدير النشاط الرياضي هو حد كبير المفروض، يعني هو حد كبير مش قليل. يعني الراجل دوت خريج تربية رياضية جامعة حلوان، تقدير جيد جدا، عامل دكتوراه وماجستير، كان مدير النشاط الرياضي في الزمالك فترة كبيرة، وكان مسؤول في المدير التنفيذي في اتحاد الكرة الطايرة في مصر، وكان مسؤول عن تنظيم بطولة أفريقيا وبطولة كأس العالم للكرة الطايرة في مصر. فله باع طويل، وآخر حاجة هو المدير التنفيذي للنادي اللي هو الجرين هايلز في الوقت الحالي. فالمفروض ان هو حد قيمة وقامة. انا اتعجب من السلوكيات دي بصراحة، لان لما انت اسأت لحد بقيمة وقامة كابتن محمود الخطيب، الناس ابتدت تدور على صفحاتك. فمن باب الكذب بتاعك ان انت عندك بوستات ولا اسوأ موجودة برضه. طب انت سرق الفيسبوك بتاعك، طب تويتر اخباره ايه اللي انت مفضوح فيه؟ يعني انت مش تويتر بس اللي مش موضوع ان هي كورة وبس، ده انت شاتم في زيزو ان هرب الخنزير بقى انت كاتب بوستات لمشاهير والناس بنات من اللي هم بيكتبوا كلام كده، يعني دلع وكده. مش عايز اقول قلب على نوتي بوي، يعني اهلي السوقة والعوام سرقت مش عارف حرامية الساعات والألقاب إلى هلافيت السذج البلهاء. ده أنت اللي كاتب عن النادي الأهلي هذا الكلام على تويتر على حسابك. إذا هي مش جديدة عليك التطاول والتجاوز. واحدة بتقول لك مش عارف الناموسة، واحد بيبص لي في رمضان فأنا غمست له، فقلت لها، رحت أنا قايل لها لا صيامك حلال حلال حلال. ده جزء من الأخ اللي هو الأستاذ مصطفى قاضي. انا مستغرب ومزبهل ان المفروض عندنا قامات كبيرة ورجل بالسي في دوت العريض يعتبر اب او جد كمان، ويكون بهذا المستوى المتدني من الاسلوب ومن الكلام والتطاول والتجاوز والشتيمة. يشاء ربنا ان هو يعني يخلي الناس كلها تنبش وراك وتدور على سلوكياتك وتفضحك على تويتر وتبقى ترند على تويتر بسبب انك غلطت في رجل يشهد الله ان هو عمره ما غلط في حد من ايام ما كان لاعب حتى الان حاجه و70 سنه. كابتن محمود الخطيب رجل عمره لم يخطئ في اي حد، لم يلوح على اي حد، ما لقحش مره على احد. كان كبير يقول هذا تجاوز وغير مقبول، ده كبير الكابتن الخطيب. انما فرق انتوا ما خليتوش فيها، انتوا لازم يبقى في كلمة بالمثل لازم يترد عليكم وبكل قوة وبكل عنف، وعلى مجلس الإدارة أن يتوقف عن سياسة أصحاب الجرافطات الشيك، وعن المسامح كريم، وعن ان انا مش عايز اثير ازمات. حضرتك لا تثير ازمات، حضرتك تدافع عن حقوقك، تدافع عن كرامتك وكرامة وهيبة النادي الاهلي اللي بيشجعه فوق 60 مليون بني ادم. الناس دي عايزة اكشن ومن حديد، سواء الاستاذ الراجل الدكتور مصطفى دوت او الاستاذ احمد الخضري او ما يشابههم. على الاهلي ان ينتفض، على الاهلي ان يرد وبكل قوه. احنا مش هننزل لهذا المستوى المتدني، انما الاهلي لازم ياخد حقه، ولازم انه ما يقبلش ان حد يجي على كرامته وعلى كبريائه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.